السلام عليكم، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ شخباركم؟ نتمنى ان شاء الله كلكم تكونوا بخير وعلى خير. نتوما تشاهدوا هذا الفيديو اليوم ان شاء الله غادي نشارك معكم واحد الروز تيجي زوين بزاف. نتمنى انه ينال الاعجاب ديالكم بواحد الطريقه اللي رائعه. كيف ما تلاحظوا تيجي حبه على حبه، يعني تيجي فارز، وكذلك حتى المذاق ديالو تيجي رائع. يمكن لكم ترافقوا هكذا مع المشاوي ولا المهم اللي يعجبكم. انا هنايا رافقت مع واحد القسيمات ديال هذا صراحه ما سجلتهمش. يلا ندوزو مع المقادير والطريقه ديال التحضير. بالنسبه هنايا انا خديت واحد الكميه تقريبا، انا خديت واحد الرابعه ديال الروز الاصفر. غسلته شي 3 ديال المرات باش نحيد منه ديك النشا اللي تيكون فيه، باش هكذا ما يتعجنش ليا. ضروري تغسلوه 3 ديال المرات حتى 4 ديال المرات. هنايا ضفت عليه شويه ديال زيت زيتون، وممكن لكم تضيفوا حتى شويه ديال الزبده ديال الاكل حتى هي تجيبو زوين. وتا نبداو نقليوه. ضروري من هذه المرحله ديال اننا نقليوه ضروري. هنا غنضيف عليه واحد جوج حتى 3 ديال الفصوص ديال الثوم. الا كانوا كبار ديروا غير جوج، كانوا صغارين ديروا 3. المهم انا هنايا درت جوج كبارين حكيتهم، غادي نضيفهم عليه هنايا في الاول كيف ما غادي تلاحظوا معايا. ضروري كيف ما قلت لكم تغسلوه مزيان. هو دي الثومه، وغادي نبدا نقليهم مع هذا الرز هذا. صافي تنبداو نحركو، وضروري التحريك هكا باش ما يلصقش لينا. كذلك غادي نضيف هنا واحد البصله اللي مشلضه، تكون مشلضه رقيقه. بصله حمراء اللي درت انايا، ضروري انكم تشلضوها تكون رقيقه بزاف. صافي هنايا من بعد ما تنشحروها كيف ما تلاحظوا عندي هنايا في الجانب عندي خيزو اللي محكوك طولي، وكذلك عندي شويه ديال الجلبانه. ممكن لكم تضيفوا الخضره اللي بغيتو، ولكن المهم غير بهاد المقادير هادو راه تيجي زوين. هنايا كذلك انا تنضيف شويه وشويه. هنا عندي حبه الهيل وقعقل وهذه، وحبه الهيل. عندي 2 حبات وحبه من نجمه الارض، هما اللي تيعطيو هذاك المذاق الرائع. نتمنى انكم تجربوه. صافي هنايا غادي نضيف هاد الخيزو مع هاد الجبانه هذه. الجبانه اللي كانت عندي في المجمد وخيزو ولا الجزر حكيتو على الطريقه هذه، غادي نضيفوه معهم وحتى هما غادي نحركوهم واحد شويه حتى يتقلاو حتى هما معاه واحد شويه. عاد غادي نضيفوا العطريه. بالنسبه للعطريه هنا انا غادي نوريكم شنو درت، ولكن ما تكثروش العطريه، ضيفوا غير راس معلقه ديال العطريه. صافي هنا كذلك تنبقى ضروري انكم تقليو داك الروز مع هذا باش حتى داك الخيز ولا الجزر يطلق الحلاوه ديالته في داك الروز. المهم ضروري مع التحريك، ضروري انكم تحركوه باش هكذا ما يلصقش لكم الرز في هذا. الا بغيت ديروا مثلا اللي عندو كوكو ديال الكرانيت ولا شي طنجره ديال الكرانيت دير فيه. هنا بالنسبه للعطريه عندي شويه ديال السكينجبير، شويه ديال الخرقوم، شويه ديال الكمون، وشويه ديال الابزار. صافي هادو هما المكونات اللي تنضيفوا، وخلاص الملحه حتى هي راه هي كاينه نضيفوها. صافي وتنبقى نحرك. المهم هنا بالنسبه للماء راه الكميه الا عبرتو، الا درتو زلافه ديال الروز ديروا 2 زليف ديال الماء. الا عبرتو بالكاس المهم الكميه اللي درتو ديال الرز تضاعفوا، باش ما عبرتو راه تضاعفوا الدوبل ديال الماء باش هكذا ما يجيكمش، ما يبقاش لكم داك الماء تبقاو واحلين معاه. انا عبرت الرز بهذا، داكشي علاش غادي ندير الماء حتى هو بهذا الكاس هذا. كيف ما قلت لكم باش دائما يبقى الرز ديالكم ما يبقاش لكم عاوتاني مياه كما مثلا يبقى لكم الماء بزاف. صافي المهم نتوما تديروا الرز كيف ما قلت لكم عينكم ميزانكم. انا هنايا ضفت 2 ديال الكيسان، وغادي نزيد حيت انا درت 2 كيسان ديال الرز كما قلت لكم. نتوما المهم على حسب الرز نتوما اللي درتو، المهم على حسب القياس اللي درتو. صافي هنايا غادي راه زدت كاس اخر غير ما تصور لياش ديال الماء. صافي وغادي نقاس نخليها حتى تغلى واحد شويه، ونقص عليها النار ونخليها حتى تيبقى حتى تيطيب على خاطرها. ما تنسد عليها ما شي حاجه، تنخليها هكذا غير تنفجر شويه الغلاقه وتنخليها حتى يطيب وينشف وتيجي هكذا على الشكل هذا. تيجي زوين بزاف والمذاق ديالو رائع. نتمنى انكم تجربوه وتخليوا لي الاراء ديالكم في التعليق. انا زينته هكذا زين بسيط، يعني درت ليها شويه هكذا زيتون خضر شويه زيت نكحل، وانتم يمكن لكم حريه الاختيار في التزيين بطبيعه الحال. ونتمنى نال الاعجاب ديالكم. لا عجبكم بطبيعه الحال بارطاجيو الفيديو مع الاهل ديالكم والاحباب ديالكم، وكذلك خلونا شي لايك وشي تعليق الى عجبكم الفيديو بطبيعه الحال، فضلا منكم وليس امرا.
وهذا هو الرز انك تيجي على الشكل هذا. والسلام عليكم، نتلاقاو في فيديو جاي.